الزليج المغربي، الصحراء المغربيه. من عندي الصحراء هنا كامله، الا شفتوها هي الصحراء تكون هكا. انا درت هاد الخلاله سميتها الخلاله هذه راه معروفه عندنا حنا في المغرب. السينياتور ديالي ماجده الزياد مغربيه في بغداد. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديالي ما فيه، ما كاين لا فلوق لا روتين لا والو. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحاجه تزادت في حياتي. صراحه هذا الفيديو كنت بغيت نديرو شحال هادي، ولكن ما كانش الوقت. كل مره كنقول غندير المهم ما كانش الوقت. المهم انا غادي نعاود لكم من الاول باش تفهموا، وفي نفس الوقت باش حتى انا نشارك معكم هادشي، حيت هادشي اللي غنشارك معكم انا فرحانه به بزاف بزاف. يعني تقريبا نقدر نقول لكم كان واحد من بين الاحلام ديالي. اوكي دابا غنبداو من الاول. انا اول ما تزوجت جيت هنا للعراق. صراحه انا الحمد لله عايشه بخير وكل شيء، ولكن كنت دائما كنفكر يعني بغيت ندير شي حاجه هنا في العراق تكون ديالي. يعني شي حاجه تكون يعني كما نقولوا، نقدر نقول لكم براند ديالي انا، يعني شي حاجه بسميتي انا. كانت عندي هذه الفكره، ولكن ما كنتش عارفه شنو باغيه ندير، يعني شنو غادي ندير ولا باغيه ندير. ما كانش عندي الفكره. المهم كانت عندي الفكره انني خاصني ندير شي مارك ديالي. يعني صافي ملي بديت كنخرج كنتلاقى مع ناس كيعرفوني، ناس ملي كيعرفوني اني مغربيه. اول حاجه يعني من بين الهضره اللي كان الحوار اللي كيدور بيناتنا، اول حاجه كيهضروا عليه هو الاعشاب ديالنا، الحمام، يعني النيله، يعني هادشي. وحتى صحاباتي العراقيات كيهضروا لي على هادشي، كيقول لي نتوما راكم واعرين في هادشي وهكا. يعني شفتهم مهتمين للموضوع. هنا الصراحه احنا في المغرب حتى داكشي كابرين فيه، يعني ما كنحسوش زعما شي حاجه واو، يعني داكشي عادي. صافي من هنا جات الفكره ديالي. صافي نقول انا علاش لا، علاش ما نوليش نحضر يعني اي حاجه كتخص الجمال المغربي. زعما الحمام ديالنا بالتبريمه، بالصابون البلدي، النيله، زيت ارغان. وانا نقول علاش لا. صافي من حد الناس كيهضروا معايا وكيسولوني على المنتجات ديالنا وداكشي، من حد الفكره كتزيد تكبر عندي. يعني صافي شويه بديت كنشوف ان ديك الفكره ديك المارك ديالي يعني اللي كنت مراسمه في راسي بدات كتوضح. صافي بشويه بديت كنقتنع، وديك الفكره كتزيد تكبر في راسي. كنقول غادي ندير يعني براند ديالي خاص بالمنتوجات المغربيه اللي كتخص الجمال وداك الشيء. وصافي بقات بشويه حتى بديت. انا امتى بديت بالضبط؟ يعني بالضبط بديت كنخطط ملي ولدت بنتي. ملي كانت عندي ماما هنا، كانت يعني ملي كنت ماما كانت نهار يعني بنهار كله كانت كتشد ليا بنتي. انا ملي كنت كنسالي الشقه ديال الدار والشغل ديال الدار، صافي كنشد الايباد ديالي كنبدا نبحث يعني شنو نقدر نوفر، شنو نقدر يعني بديت كنبحث بزاف على شنو نضيف البراند ديالي، شنو خاص كيفاش خاصني نوصل داكشي من المغرب للعراق. يعني هادشي كامل بقيت كنبحث فيه. راه نقدر نقول لكم تقريبا راه شي 10 شهور و حتى جمعت عندي الفكره. يعني نقدر نقول لكم 10 شهور وانا كنبحث وانا كنجمع من هنا وكنجمع من هنا. يعني تقريبا 10 شهور حتى كملات عندي الفكره. نقدر نقول لكم كملات عندي الفكره. ملي كملات عندي الفكره، اول حاجه بديت بها هي اشنو خاصني نسمي البراند ديالي. انا اول حاجه كان خاصني لمسه يعني مغربيه 100%. غنبدا لكم اول حاجه السميه ديال البراند ديالي انا سميته مراكش. الصراحه نقدر نقول لكم السميه الاولى اللي كانت في بالي هي ولاد حريز. تخيلوا كيف ما كتعرفوا انا حريزيه وانا من ولاد حريز، كانت عاجباني ندير ولاد حريز. شويه ملي طرحت الفكره على راجلي كيقول لي ان ولاد حريز راه صعيبه على النطق. ملي بديت شويه كنبحث عاوتاني تلقيت راه بصح راه غتكون ثقيله هنا على اللهجه العراقيه وهكا. صافي وانا صافي لغيت ولاد حريز.
وانا نسميه مراكش. قالت مراكش معروفه، واكثر حاجه تقريبا معروفه في المغرب هي مراكش، ويعني ومدينه سياحيه 100%. قلت علاش لا ما نسميش مراكش، وانا اصلا كيعزيز عليا مراكش فسميته مراكش. دابا غادي نوريكم، غنبدا معاكم بشويه بشويه باش ما ندوخش انا وباش ما ندوخكم. انا البراند ديالي خليت فيه 3 المجموعات. المجموعه الاولى ديال الحمام المغربي اللي فيه الصابون البلدي والتبريمه وكيس ديال الحمام، والمجموعه الثانيه هي مجموعه ديال الشعر اللي فيها التشقيقه ديال الشعر والزيت ديال الشعر وزيت ارغان. والمجموعه الثالثه هي جيل استحمام بالنيله، مقشر بالنيله، مرطب بالنيله. ودابا غادي نشارك معكم. اول حاجه غادي نشرح لكم عليها هي نوريكم، نعرفكم على المنتجات، ومن بعد غنوريكم التصميم والافكار اللي جاتنا في التصميم ملي بغينا نسموا الاسم وداك الشيء. المهم اول حاجه غادي نبداو بها هي الصابون البلدي. هذا معشوق الجماهير، معشوق يعني ما يمكنش شي مغربيه تكون عايشه على برا تمشي للمغرب وما تجيبش مع ملي ترجع البلاد اللي ساكنه فيها ما تجيبش مع الصابون البلدي، ولا تجيب لعائله راجلها الا كانوا اجانب ولا جيرانها. يعني النمبر 1 هو الصابون البلدي. هذا عندها الباك الاول فيه الباك الاول فيه الصابون البلدي، وكتجي معاه التبريمه بالنيله. هذه التبريمه يعني مجموعه ديال الاعشاب بالنيله وصافي. وهذا الكيس ديال الحمام. المجموعه الثانيه هي ديال زيت الشعر. ها هو زيت الشعر، هذا فيه مجموعه ديال الزيوت. هذا يعني بزاف ديال الزيوت. المهم من بين الزيوت اللي فيه زيت الحلبه، زيت الثومه، زيت اللافندر، زيت الورد، شنو عاوتاني الحبه السوداء. هادشي اللي باقي عاقل عليه، اما راه هو فيه بزاف ديال الزيوت. ومهم هو هذا الباك الثاني، هذا كيجي فيه الزيت ديال الشعر والتشقيقه. هاد التشقيقات هي اعشاب من بينها زعما القرنفل، السدر، المهم بزاف ديال الاعشاب هنايا. هاد التشقيقه هي اللي انا كتفكرني في الطفوله. هذه كنا كل نهار الحد كانت كدير لنا الوالده هذا الزيت والتشقيقه كيتخلطوا مع بعضياتهم وكيداروه في الجلده ديال الشعر قبل ما ندوش. هذا كيفكرني في الطفوله بزاف. انا الصراحه حتى ملي ولدت بنتي من وراها شعري بدا كيطيح وداك الشيء، صافي اللي عتقني انا الصراحه هو الزيت ديال الشعر الصراحه، وباقي لحد الساعه كنديرو. بعض المرات واخا ما كنديرش، ما كنخلطهمش بجوج، كندير غير الزيت بوحدو كنشقق به شعري الا كنت مثلا ما عنديش الوقت ولا شي حاجه. المهم هذا الباك الثاني كيجي فيه الزيت ديال الشعر والتشقيقه وزيت ارغان. هذا هو الذهب الاصفر ديال المغرب، الذهب الاصفر ما يمكنش. هذا زيت ارغان، هذا مغربي 100%. هذا الباك الثاني. والباك الثالث كيجي فيه جيل الاستحمام، هذا بالنيله حتى هو. هذا فيه النيله حجره، النيله الزرقاء مدقوقه مزيان ومخلطه مع الجيل ديالو. هذا الجيل استحمام. وهذا مقشر، هذا مقشر. هذا حتى هو كتجي فيه النيله وكتجي فيه حتى هو زيوت وزبدات طبيعيه، ولكن نقدر نقول لكم زبده الشيا هي اكثر حاجه طاغيه في هي والنيله هما جوج حوايج اللي طاغيين فيه. حيتاش زبده الشيا راكم عارفين الترطيب ديالها راه واعر الصراحه بالنسبه للشعر، بالنسبه للجسم. انا كتعجبني بزاف زبده الشيا، ولكن الا كانت الاصليه صافي. وهذا حتى هو مرطب كيجي مع هذا الباك حتى هو بالنيله وصافي. الا شفتوا راه كاملين كيتشابهوا. انا الصراحه ملي بدينا كنصموا اول حاجه صممنا الاسم واللاصق كيفاش خاصو يكون وداك الشيء. انا ما بغيتش بزاف ديال الالوان وداك الشيء، انا بغيت شي حاجه تكون هادئه وفي نفس الوقت تكون مغربيه، باينه مغربيه. اول حاجه اختارينا اللون الاسود حيت انا كيعجبني اختي اللون الاسود، كيعجبني وزدنا معاه الابيض باش يبان واضح وداك الشيء. اول حاجه نقدر نوريكم، راه واخا هنا في الكاميرا ما كيبانش مزيان، هو الزليج المغربي. هذا هنا الزليج راه دابا في الكاميرا ما كيبانش مزيان، ولكن دابا انا في الواقع كيبان اكثر. اللي شفتوا الزليج تحت من الكتاب
اول حاجه اختاريت خاصو يكون فيها الزليج، وثاني حاجه اللي اختاري اللي بغيتها تكون هي الصحراء المغربيه. انا اختاريت ان تكون عندي الصحراء هنا كامله. الا شفتوا ها هي الصحراء، شوفوا صافي وصافي. والاسم البراند ديالي انا اختاريته يكون هكا. انا درت هاد الخلاله سميتها الخلاله هذه راه معروفه عندنا حنا في المغرب. هي فاش صافي وسميت هنا الفوق درت مراكش، هنا درت تحت منه للمنتوجات المغربيه الاصيله، وضروري هنا اختي السينياتور ديالي ماجده الزياد مغربيه في بغداد ضروري. وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا اكثر حاجه ركزت عليها هي لمسه مغربيه، يعني الزليج المغربي والصحراء هادو يعني من بين الحوايج اللي ركزت عليهم هما الاولين اللي خاصهم يكونوا. انا مكذبش لكم انا فرحانه بزاف. شوف مكذبش لكم بصراحه دابا حيت يلاه بادين يلاه يعني الباج انستغرام باقا يعني يعني باقا صغيره، حيت حنا دابا البيع ديالنا غير في الانستغرام، والمنتوجات كتوصل يعني كتمشي للناس عبر التوصيل. يعني ما عنديش انا محل نقدر نقول لكم ولا شي حاجه، ولكن انا دابا اول حاجه بديت بها هي انستغرام. ولكن ان شاء الله علاش لا يكون عندي شي محل وداك الشيء ان شاء الله، علاش لا. هادشي واخا وريتكم راه ساهل وداك الشيء، ولكن راه ما تصوروش شحال ديال الصعوبات حتى تجمعات الفكره، وحتى وفرنا هادشي هكا، وحتى يعني وراكم عارفين انا يعني صعوبات بزاف. يعني داري بنتي راجلي عاد عندي شين في اليوتيوب يعني خاصني نصور وهكا، وعاد زيد لي برودوي يعني الباج يعني الانستغرام. يعني الصراحه كاين صعوبات ولكن ماشي مشكل. انا كنقول اللهم نتعذب ونتقاتل ولا ما يكونش عندي وقت فراغ. انا كنكره يكون عندي وقت فراغ نهائيا، كنكره هذاك الشيء. وهذا الشيء اللي كاين دابا. المهم بغيت تكتبوا لي في لي كومونتير، باركوا لي اول حاجه حيت باركوا لي عرفتوا. غنقول لكم واحد الحاجه غتجيكم شويه بعجب، حيتاش ملي بديت هاد لا مارك ديالي يعني بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال. يعني كاين الناس اللي قراب ليا بزاف وما قالوش ليا مبروك ولا شي حاجه. يعني نقدر نقول لكم تقرصوا من جهتي. والله العظيم البنات الا كان ناس قراب ليا وما قالوش لي مبروك، تخيلوا، ولا قالوا لي او ما شاء الله يعني خطوه مزيانه ولا شي حاجه، انا الصراحه ما محتاجاش ليهم ما يقولوش لي. ولكن يعني من هنا كتعرف بنادم، يعني كتعرف اللي ليك واللي كتعرف اللي زعما قلبه راكم عارفين بلا ما نكمل. ويعني كاين اللي قراب ليا بزاف وما قالوا لي والو، وكاين اللي ناس بعاد وباركوا ليا، وبينهم الناس اللي عندي في انستغرام، الناس اللي متبعيني. والله شكرا بزاف. بغيت نشكر الصراحه اول حاجه راجلي اللي هو اللي داعمني في كل شيء صراحه. واخا هو ما كيعجبوش الحال كيشوفني كنتعذب وهكا، كيقول لي علاش انت واش مخصوصه من شي حاجه، واش انا يعني ما موفرش ليك. بالعكس هو ما موفر لي كل شيء، ما كيبخلش عليا بحتى شي حاجه. ولكن في نفس الوقت انا يعني هذا حلم ديالي، يعني واخا الا تعذبت فيه غيكون العذاب بالنسبه لي راحه. واخا انا راه كنتعذب ولكن راه كنشوف ملي كنشوف ان الحلم ديالي غادي وكيكبر وداك الشيء راه بالنسبه لي راحه. الصراحه كنشكر حتى الوالده ديالي وخواتاتي حتى هما كانوا مشجعيني بزاف وصافي. وعيالات خوتي حتى هما يعجبهم الحال، ومن نهار بارطاجيت معاهم هادشي وصيفط ليهم داكشي حتى هما عجبهم الحال. وشكون ثاني صافي. وولد خالتي حتى هو ولد خالتي نهار اللي مشيت راه غتشوفوا في الباج انستغرام ديال لي برودوي، كنت مشيت ديت لي برودوي حدا مسجد الحسن الثاني، هو اللي صور ليا حيت هو كان عنده ديك الساعه عنده ايفون 15 برو ماكس وانا عندي غير 13 برو ماكس. هو صراحه كيصور من هكا وكيقاد من هكا يعني شكرا ليه بزاف، وشكرا اي واحد فرح ليا من قلبه. واخا انا البراند ديالي سميتها مراكش، وصراحه كنحس بحال ماشي بقى فيا الحال، ولكن ما عرفتش كان بغيت نسميها ولاد حريز. واخا ولاد حريز هي راه ثقيله على النطق، ولكن ما عرفتش هكاك حيت انا دابا انا حريزيه، انا عروبيه، انا اصلي من العروبيه ديال ولاد حريز. بصراحه انا كنموت على ولاد حريز، كنموت على العروبيه ديالنا، كنموت يعني على الاصل ديالي. ما نكذبش عليكم
نقدر نقول لكم انا كنحس براسي مغروره ملي كنتفكر راسي راني محريزيه وهكا، والله العظيم. حيت كاين بعض الوحدين كيبغيو ينقصوا مني، كيقولوا انت عروبيه، انت انا راه عروبيه، وانا كنفتخر بهذا الشيء. وانا اصلا ما عمرني ما حشمت من الاصل ديالي. وحتى ملي كنتلاقى مع ناس يعني بعادهم كيعرفونيش في السوشيال ميديا وكنهضروا، كان اول حاجه كنقول لهم انا راه حريزيه، انا اصلا من العروبيه وهكا. وصراحه حتى راجلي كنهضر معاه هو ما كيعرفش هادشي ديال العربيه وداكشي. وانا دائما كنقول ليه شفتي انا راه عشت احسن طفوله في العالم. يعني نقدر نقول لكم عشت طفوله مع الدجاج، مع الغنم، مع البقر مع كل شيء. كنقول ليه راه عشت واحد الطفوله ما يمكنش، وداك اللعب في التراب. انا كنقول ليه انا ديك الطفوله اللي عشت راه ما كرهتش بنتي تعيشها. هو مسكين كيبقى يتصنت ليا وكيعجبو الحال. يعني كنعاود ليه كاع داكشي كندوزين في الصغر، وكيفاش دازت حياتنا في الصغر، وكيفاش المهم ديك الحياه ديال العروبيه، ديك البساطه وديك الشيء. الصراحه انا ما كرهتش دابا يرجع بيا الزمان اللور، واخا نعيش غير ساعه من بين ديك، يعني من ديك الحياه اللي كنا عايشين قبل، والله العظيم البنات. وانا غير هاد المشيه اللي مشيت المغرب هاد مؤخرا، مشيت مع بنت اختي، مشينا للعروبيه. الصراحه مشيت غير نهار واحد، داز واحد النهار زوين وكبروا بينا وفرحوا بينا، ومشينا فوق ديال الربيع والاجواء وديك الشيء واعر بزاف. وصافي هادشي اللي كان. انا هضرت بزاف ياك البنات هضرت بزاف المهم انا بغيت غير نشارك معكم هادشي وصافي. ونخليو لي كومونتيرات وقولوا لي كيف جاكم هادشي، شنو تقدروا تقولوا لي، شنو يعني شنو تضيفوا لي، شنو تقدروا تعطوني نصيحه. خليوا لي الاراء ديالكم، النصائح ديالكم، يعني باركوا لي. وبغيت نقول لكم البنات نتوما تقدروا ديروا اي حاجه، يعني شغلوا الوقت اللي عندكم، استغلوه، شغلوا ريوسكم. عرفتوا داك الفراغ اللي كيبقى عندكم راه هو اللي الصراحه الفراغ بزاف كيمرض، كيخلي فيك العكاز، كيخلي فيك كتبقاي تفكري بزاف، كيخلي ديك القال والقيل بين العائلات ودوك المشاكل اللي بلا فايده، وكيخلي دوك كيتلاقاو على النميمه والمشاكل وهكا، وحاضين هذه وهذه تزوجت وهذه طلقت وهذه دارت وهذه فعلت، وانتم ناسين راسكم. يعني اللي عنده وقت فراغ يستغلوا في اي حاجه، يعني ماشي بالضروره تديروا يعني مارك ولا شي حاجه بحال هكا، لا، تقدر تعلموا غير الكروشي، هذه الراندا حنا اللي عندنا في المغرب داك الشيء راه واعر. الكروشي، الراندا، بزاف الحوايج. هذا النقش ديال الحنه حتى هو راه واعر. انا الصراحه ملي يلاه تزوجت عرفت شنو بديت كنتعلم. كان ديك الساعه باقي ما بديتش لاشين يوتيوب، باقي قبل الحمل وداك الشيء. كان عندي انا الوقت الفراغ وكنسالي الوقت الشقه وداك الشيء، كنبقى جالسه وفيلم من ورا فيلم، مسلسل من ورا مسلسل. هذه صافي بديت شريت هذاك الكروشي، هذا المخيط ديال الكروشي، شنو هنا العراق كيسموه الصناره. المهم هو الكروشي، هو اصلا هو سميتو الكروشي ياك. وشريت داك الصوف وداك الشيء وبديت كنصايب الكروشي وداك الشيء صراحه. وكنت كنطلع فيديوهات من اليوتيوب وبديت كنتعلم، والله الا تميت غاده. صراحه ملي بديت اليوتيوب وداك الشيء صافي حبست. واصلا اليوتيوب راكم عارفين كتصوير وداك الشيء والمونتاج حتى هو راه كياخذ الوقت، ماشي ساهل، وخاصك افكار شنو تصوري وشنو. المهم هادشي اللي كاين. وسمحوا لي طولت عليكم الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، بسلام عليكم.